اذا راكم حابين جو يكون كيما تاع المحلات تبعوا معنا هاد لا فيديو. يجي جو بزاف ثقيل وبنين عندكم ما تقولوا فيه. اذا بالنسبه للمقادير عندنا برتقال نكونوا قشرناه ونحينا له هذاك القشره البيضاء. عندنا ليمون من المستحسن انكم ما تحطوهش يطيب لانه يطلق مراره، وانا ما عجبنيش كي حطيته طاب معاهم. من المستحسن انه نعصروه في الاخر. اذا عندنا حبه تاع زروديه وعندنا قرفه. حبوا تنقصوا القرفه، حبوا تزيدوا، يعني نتوما والقو تاعكم يرجع اختيار عندكم. الاختيار الاول هو القرفه، تحبوا ما تحطوهاش. الاختيار الثاني انه اللي يحب ما يحبش هذيك المروريه تاع القارص يخليه حتى للاخير ويرحيه عادي مع الجو تاعو. عندنا 4 رغاف سكر على حساب نتوما والقو. اذا كانت التشينه تاعكم حلوه ما تزيدوش بزاف السكر. اذا كان عندنا قرنفل، انا حطيت 3 حبات قرنفل، وهذا يرجع للقو تاعكم. يعني هذا عصير شتوي فيه بنه شتويه. بالنسبه هنايا نحطوهم يطيبوا يتعسلوا شويه ومن بعد نزيدوا لهم نص شفتوا وين راح تحطوا الجو تاعكم، النص تاعو ديروه ماء، تحطوه يغلي شويه حتى نطيب لكم هذيك السناريه، من بعد نحيوه وترحيوه. كي نحطوه في الروبو زيدوا له بات ياغورت، بات ياغورت ناتور. وكيما قلت لكم اذا خليتوا القارص تاعكم حتى للاخر تحطوا الياغورت ناتور مع القارص وترحيوا الجو تاعكم، راح يخرج لكم اروع جو، يجيكم سموث ويجيكم بزاف بنين. تحبوا تصفيوه اذا الروبو تاعكم ما يحيش مليح، تحبوا تصفيوه ولا تحبوا تخليو الفوائد تاعو. يعني انا نحب الجو يبقى به بالفوائد تاعو، ما نرميهمش وما نصفيهش. اذا هذه هي كانت الوصفه تاعنا، نتمنى انه عجبتكم ونالت اعجابكم. نتلاقي في فيديوهات اخرى، الى اللقاء.